السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. عندنا فيديو مختلف جدا، تابعوا معايا الفيديو الاخر، ما تنسونيش بلايك واشتراك القناة. ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى مش عايزه اوصف لكم اليوم النهارده كان عامل ازاي. بصوا، هو فيديو ولا فيه اكل ولا فيه وصفه، فيديو كده دردشه، وهنتكلم مع بعض في حاجات ياما سالتوني عليها في الكومنتات. وكمان هقول لكم اللي انا ايه مخنوقه من ايه. هنفضفض كده وندردش مع بعض، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، انا لميت كراكيبي وعزالي وخلاص هطفش وهسيب البيت وهعزل. بصوا بقى، هنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم وندخل بقى ايه في المحتوى. انا بقى منزله الحاجات كلها بتاعه المطبخ اللي بستخدمها. هقول لكم كل حاجه بستخدمها وسعرها، والحاجات سواء اجهزه كهربائيه ولا حلل ولا صاجات. بصوا، كل ما يخص المطبخ هقول لكم ايه اللي عندي في المطبخ، وازاي بدات المشروع بتاعي، وزودت على الحاجات اللي كانت عندي ايه وانا شغاله، وانا دلوقتي ايه حاجه حاجه كده هوصفها لكم. تمام. زي ما قلت لكم، انتوا طلبتوا قبل كده مني العجان والكبه، في ناس ياما قوي طلبت مني تفاصيل الحاجه دي. فانا قلت بقى ايه، انزل بقى الحاجه ونصورها مع بعض. عايزه اقول لكم تلاجتي باظت. يعني تخيلوا بقى، تلاجتي باظت من سبب قطعان النور. قولوا لي انا اعمل ايه. يعني النور النهارده اتقطع عندي مرتين، من الساعه 3 العصر للساعه 6 المغرب. يعني انا مش عارفه حتى اشتغل. وبعد كده اتقطع دلوقتي. انا بسجل لكم عموما في الضلمه، يعني مقطوع من الساعه 8 دلوقتي الساعه 9 ولسه ما جاش. تمام. فما علينا، الحمد لله على كل شيء. تعالوا بقى نشوف اول حاجه. ايه اللي كان عندي؟ بصوا اهو، شفتوا انا قلت حاجه النور قطعه. دي اول مره وانا بصور اول مقطع في الفيديو. انا كنت جايبه الحلتين اللي انتوا شايفينها. هنرجع تاني للمقطع. طبعا انا في لما النور جه صورت بقيه الفيديو. تمام. فيا دوبك خلصته من هنا قام النور قطع. بصوا بقى، تعالوا نرجع لمحتوى الفيديو. كفايه رغي. الحلتين دول انا كنت بستخدمهم، دول حلتين سافلون، كنت جايباهم من حوالي 3 او 4 سنين قبل ما ابدا مثلا او اول ما بدات الشغل الاوردرات. دول حلتين ماركتهم سافلون، سافلون الاصلي. طبعا احنا سافلون ده لا غنى عنه. طبعا هم قشروا وحالتهم صعبه جدا، لاني كنت بستخدم بقى ساعات معالق كده وانا مستعجله، المعالق المعدن. بس عايزه اقول لكم من احلى الحاجات اللي استخدمتها ده جرانيت. تمام. انا كنت جايبه حلتين فيضانيين بس لما باظوا كده وقشروا خلاص ما بقيتش اشتغل فيهم، لاني طبعا غلط ما بشتغلش فيهم خالص دلوقتي، ركناهم. لاني سمعت طبعا وكلنا عارفين اللي هو غلط. بس عايزه اقول لكم، اللي حابب يجيب حاجه جرانيت ما يتاخرش اللي هو يجيب سفر. طبعا سعره عالي جدا. انا بقول لكم الحلتين دول من 4 سنين مثلا كنت جايباهم بحوالي 1000 جنيه. طبعا من زمن معرفش بقى الطقم على بعضه بكام. تعالوا بقى نشوف الطقم التاني، وده الاستانلس. في ناس دخلت لي قالت لي الاستانلس دوت اسمه ايه او نوعه ايه. الاستانلس دوت من ايام جوازي. الطقم دوت بقاله يعني 13 سنه. يعني انا متجوزه فعلا بقالي 13 سنه بالظبط. يعني داخله في ال 14، ماشيه في ال 14 سنه. ف دوت بقى 5 حلل. ده كان مكوناته 5 حلل، وكان تركي. وعايزه اقول لكم يعني البيت من غير طقم ستانلس يعني فعلا ناقصه حاجه تانية. اهم، بصي بتعملي فيه كل حاجه، وبينضف من اقل حاجه. لو بوشتيه في شويه ميه وسلكه ناعمه كده تلاقيه نضف، اللي هي الليفه العاديه. ما بتلزقش فيه حاجه. بس اهم حاجه وانتي بتستخدميه النار ما تعليش النار عليه، عشان يفضل معاكي ما يلونش من جوه ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم من افضل الحاجات اللي استخدمتها، بقاله زي ما قلت لكم 14 سنه ما فيهوش اي حاجه. والحله الحمد لله تقيله برضو الى حد ما، محمله. ما بتشيطش الاكل ولا هو بيتحرق ولا اي حاجه. تمام. ده تركي، بس اسم الماركه ما عرفهاش والله، ومكتوب عليه ميد ان تركي. وقلت لكم ده من زمان جدا. فطبعا دلوقتي هقول لكم سعره. كنت جايباه بكام؟ انا فاكره كنت جايباه بكام. كنت جايبه قبل ما اتجوز طبعا، وانا بجهز يعني كده. كان سعره عامل 500 جنيه. تخيلوا بقى، معرفش بقى دلوقتي عامل كام. هو 5 حلل بس، ما كانش معاه اي حاجه تانية. تعالوا بقى للحاجات اللي انا جبتها جديد. طبعا دلوقتي لما الحلتين اللي هم الجرانيت دولت كنت مخليهم للمحاشي للرز الكلام ده اللي هم باظوا. فاضطريت قبل رمضان انزل اجيب حاجه يعني تنفع معايا تصد معايا لشغل رمضان. لان الالمونيا انا كنت داخله بالمونيا وشحتها. ما بقاش عندي غير الحلتين الكبار اللي بعمل فيهم مثلا كوارع او كده. ما بحبش استخدمها قوي.
وكنت عندي برضو كنت عندي تيفال، بس طبعا باظ واترمى. فاهميني؟ فدلوقتي بقى كان الايه، كنت محتاجه اجيب حاجه بقى ايه، تيفال او جرانيت او كده. فلما نزلت عشان اسال على اسعار الجرانيت والكلام ده، لقيت الاسعار فلكيه، يعني مش في متناول ايدي انا خالص، يعني في متناول ايد اي حد تاني غيري. الاسعار 12 و13 و14 الف، يعني حاجات كده صعبه جدا. المهم كده، سمعت اللي فيه طقم كده حلل في زهران دوت، عامل كام؟ عامل 3000 وشويه، 3200، 3400. وعايزه اقول لكم زهران بيقسط، يعني ممكن تقسطي، وممكن بيتجاب من عند اي حد بتاع ادوات منزليه انت بتتعاملي معاه بيتقسط عادي، لان طبعا مبلغ برضو ايه كان كتير اللي تدفع مره واحده. هو واتصل ووك اللي انتوا شفتوها دي. بس بقى تعالوا اقول لكم على مميزاته وعيوبه. دوت الطقم دوت 4 حلل بغطاء ازاز. ده طقم لوحده زي ما قلت لكم ب 3000 وشويه، لكن الووك اللي من شويه دي شفتها، اللي انتوا شفتوها معايا دي لوحدها كانت ب 1150 تقريبا. فاهميني؟ فالوك تحفة، رغم اللي هي خفيفة، بس انتوا شايفين اللي انا بعمل فيها حاجات كتير يعني. حلوة جدا، ممكن تستخدميها في كل حاجة، تعصجي لحمة، تعملي لحمة بالصوص، تطبخي فيها. بصوا هتنفع معاكي في اي حاجة. الحلل بقى فيها عيب. بصوا على قد ما هو الى حد ما سعره حلو، بس الغطا الازاز مش عامل لي اي مشكلة. لكن الحلة خفيفة، يعني انت هتحطيها على البوتاجاز كده تحسي اللي هي بتجري على البوتاجاز. ولو سهيتي النار على مثلا حاملة فيها رز او حاجة، ولو يعني زايد شوية عن السوى الطبيعي بتاع الرز، تلاقيه عمل لون من تحت بسيط. لو حاطه فيه لبن، طبعا اللبن ما ينفعش تحطيه فيه لان بيشيط. بشاميل لازم تبقي على طول ايدك فيه عشان ما يتلسعش من تحت. لكن هو بيشيط الحاجة بسبب خفية مش بيشيطها، بس بيخليها تاخد تغمق من تحت بسبب خفية الحلة. تحسي ان الحلة خفيفة قوي. تمام. لكن ما بيلزقش. بيسوي الحاجة كويس، الغطا حلو محكم، بيخلي المحشي يستوي حلو. كل الحاجات دي تمام، بس انا مشكلتي معاه اللي هو بيتزحلق على البوتاجاز، والحلة خفيفة قوي. تمام. وبيتجرح بقى من اقول لكم ايه، مش من اقل حاجة، يعني لو جبتي لو انتي اتخبط منك كده من فوق بيتجرح من اقل حاجه. غير مثلا السافلون. السافلون انا قعدت استخدمه سنين مفيهوش خيبوش، لغايه لما بقى في ضغط شغل وكده، وبقيت ايه مش لاقيه المعلقه السيليكون مره على مره، فهو باظ من كده. وساعات بقى كانت الحاجه تبقى لازقه، اقوم جايبه الليفه بسرعه عشان اخلص. فده برضو ايه، يعني لو مفيش شغل كده هيعيش معاكي اكتر من الوقت اللي عاش معايا فيه. لكن دوت لا، محتاج اللي انت تخلي بالك جدا. يعني انا متهيألي على وضع شغلي ده، يعني بيجبره سنة سنة ونص يكمل معايا من غير ما يتجرح. لان هو مش شرط المعلقة السيليكون، هو بيتجرح من الهوا. فاهميني؟ يعني عايزة اقول لكم انا بتعامل معاه بحرص جدا. دي عيوبه. مميزاته بقى زي ما قلت لكم، سعره حلو. عارفين يعني برضو يعتبر تيفال زهران معروف. بس كده. كنت بقى معرفش بقى هي تيفال زهران الخامة بتاعته قلت ليه. كان عندي طاسة وريتها لكم انا من شوية، من زمان كنت جايباها برضو من تيفال زهران. كانت تقيلة وجميلة، وعايزة اقول لكم رهيبة، بس مش عارفة ليه الخامة قلت كده وبقت الحلة خفيفة. دوت اعتراضي عليه بس. طيب تعالوا بقى هنا بقى لايه، للجريل ديت. الجريل ديت نوعها قرشة، دي دبل كده يعني 2. كنت عايزه الجيلي دي كانت عندي من فتره برضو، كنت جايباها برضو قبل ما ابدا اشتغل الشغل الاوردرات. عايزه اقول لكم حماله اسيه، هي بتتقفل كده، وليها كده زي جوان جلد علشان ما يسربش البخار، وفي نفس الوقت ليها غطا بايركس، غطا ازاز كده. لو انت عايزه ما تقفلهاش بالدبل تفكيها من بعض، انا بستخدمها على طول مفكوكه. بس عايزه تغطي مثلا الايه بشويه حاجه وعايزه تغطيها، ليها غطا ازاز. يعني هي 3 قطع تعتبر. عايزه اقول لكم خطيره، تحسي اللي هي ايه، لما بتحط لها بقى تركبي لها الجوان الجلد ده، او الجوان اللي هو في داير ما يدور ده، بتحسي اللي هي زي حله البريستو او حله الضغط. حلوه جدا. تعالوا بقى نرجع للصاجات دي بقى، وعايزه اقول لكم دي اهم حاجه في البيت. الصاجات ديت مهمه جدا. دولت الصاجات انا كنت برضو جايباهم قبل رمضان بفتره، لاني عشان شغل الكحك وكده. عايزه اقول لكم كان السنين اللي فاتت دي كلها، او قبل رمضان ده، كنت بشتغل بالصواني اللي انا داخله بيها المربعه والمدوره. فكان بيبقى مجهود عليا ان انا اغسل كل الصواني دي، والصواني ما بتاخدش كميه زي الصاجات. فاهميني؟ وفي نفس الوقت بتسحب غاز كتير كده يعني.
فالمهم بقى ايه، جبت الصاجات ديت. كان الصاج عامل 140 جنيه اللي هو الصغير، المربع الكبير بقى كان عامل كام؟ كان عامل 180 جنيه. بس الصراحة يعني بجد تحسي اللي هي كمان ما بتلزقش، هي ألمونيوم بس ألمونيوم صافي. تحسي كمان اللي هي ما بتلزقش فيها الحاجة، مجرد لما تسيبيها بايشة بشوية مية كده تروح معاكي زي الفل. في نوعية ألمونيا أو صاجات تانية تلاقيها ايه صاج بتصدي، فدي ابعدي عنها. انا جربتها وبعدين رميتها لقيتها بتصدي، ما مش حلوة خالص. لكن الصاج ده كان سعره إلى حد ما حلو، وفي نفس الوقت كان يعني الماتيريال بتاعته أو الخامة بتاعته تحفة. بصوا انا مش بعمل اعلان لحد على فكرة، ولا قناتي هي بتعمل اعلان، يعني هي وصلت للمرحلة اللي تعمل اعلانات. انا بقول كلمة حق، يعني لو حد عشان كذا حد سألني او كذا متابعين سألوني عن حاجات اللي بستخدمها، فانا قلت الم لكم بقى كل الحاجات وكراكيب اللي في المطبخ وايه واقول لكم عليها. بصوا بقى، وريت لكم الهاند بلندر من شويه. ده هاند بلندر مينتا، حلو جدا. كان هو معاه المضرب السلك واللي هو الدراع بتاع الهاند بلندر اللي هو بتاع اللي انت بتفرمي بيه الطماطم او اي حاجه. وكان معاه كبه صغننه زي دي، بس الكبه الصغيره دي باظت. لكن الهاند بلندر عايزه اقول لكم تحفه، هو كان 1000 واط تقريبا. ده اللي بالنسبه للهاند بلندر. طب الكبه الصغننه دي هي اولا هي بايظه برضو مينتا. لما الكبة الصغيرة بتاعت الهاند بلندر باظت، فانا رحت عشان اجيب قطعة الغيار بتاعتها. كنت فايمة فيها تقريبا حتة كفتة رز، فما استحملتش، فالتروس بتاعت الغطا باظت. فروحت عشان اجيبها قال لي ب 300 جنيه. ده الكلام ده برضو من فترة. فقلت لا، 300 جنيه ياما قوي. كان ساعتها بقى الكبة الصغننة اللي هي مينتا ديت اللي هي عدت دي كانت ب 450. فانا قلت ايه اللي يخليني اجيب غطا او قطعة غيار ب 300 جنيه؟ طب انا اجيب كبة على بعضها من اول وجديد وموتور تاني ب 450. بصوا الاسعار دي من زمان، انا معرفش بقى الاسعار حاليا ايه، فاهميني؟ تعالوا بقى نشوف ايه للكبة الكبيرة بتاعتي دي. كنود الكبة ديت بقى يا جماعة، دي مش كبة دوت، زي محضرة طعام كده. هي معاها الكبة ومعاها الشفشق دوت بتاع الخلاط، وفي نفس الوقت بتركبي على الكبة دي عصاية البرتقال، ومعاها كام سلاح كده لتقطيع اي حاجة، اي خضار. يعني زي هي عائلة صغيرة. برضو كنت جايباها من حوالي 6 سنين او 7 سنين من زمن، شايفة كانت ب1300 جنيه او 1400 جنيه. دي كنود. محدش يقول لي الاسعار دلوقتي عاملة ازاي، الحاجات دي عندي من زمان. ولما بقى مشكلتها بقى في حاجة عايزة اقول لكم، هي حلوة جدا وحاجة كنود انا بحبها، بس بقت غالية نار. لما مشكلتها بقى لو الدراع او العمود بتاع الكبة ده باظ، يعني صعب اللي انت تلاقيه تاني، لان الشركة ما بتعملش منه قطع غيار. لما كان ضايع من عندي ما كنتش لاقيه خالص، حتى في التوكيل او في الشركة كله كان بيقولك مش جاي، يعني استني شوية عبال لما يجي. الحمد لله لقيته. تعالوا بقى نشوف الايه العجان. بصوا بقى العجان ده نوعه برضو ايه كنود 1200 واط. تمام. انا برضو كنت جايباه من فتره. بصوا الحاجات اللي عندي دي كلها جبتها قبل تغيير الاسعار ده خالص. العجان ده بقاله 5 سنين. كنت جايباه حوالي ب5000 ونص او 6000 ونص. وبرضو زي ما قلت لكم بالتقسيط، يعني انت ممكن تجيبي الحاجه اللي انت محتاجاها بالتقسيط، مش لازم يبقى معاكي المبلغ فوق، وبيعدي على فكره. لكن لما تجيبيها مره واحده بيبقى صعب يعني. فالمهم يعني العجان دوت زي ما انتم شايفين، هو ليه مكان لمفرمة اللحمة، ليه اللي هو الحتة اللي قدام دي، وليه كمان الشفشق دوت اللي بيتركب فوقيه. هو بيجي معاه الشفشق وبيجي معاه بقى العجان ذات نفسه. انت بقى حابة تركبي معاه القطعة بتاعة المفرمة وتجيبيها، تمام. مش حابة خلاص، انا ما جبتهاش على فكرة. زي ما قلت لكم هو بيبقى معاه شفشق للخلاط، بس طبعا مش بستخدمه كتير، لان زي ما انتم شايفين بيبقى فوق وبيبقى ايه لازق في دولاب المطبخ، فمش بعرف اتعامل بيه خالص. فهو عايز مكان يبقى اوسع من كده تقدري تستخدميه. فكده كده عندي الهاند بلندر والخلاط اللي هو الخلاط العادي، فدولت بستخدمهم على طول. بس عايزه اقول لكم بقى، يعني على قد ما الحاجات يعني حلوه وجميله وكل حاجه، لكن للاستعمال البيت طبعا انت بتحافظي عليها اكتر، غير لما بيبقى فيها هلك شغل اوردرات وكده، فالحاجه معاكي بتتهلك. فلازم برضو تبقى فيها نسبة محافظة علشان بقى الأجهزة. يعني عايزة أقول لكم دلوقتي
يعني بتزعل قد ايه، زي تلاجتي اللي بايظه دلوقتي، والله من كتر ما النور بيقطع التلاجة مش بتتلج، فالحمد لله. بس ده كان الفيديو بتاعنا، واشوفكم فيديو